حلقة جديدة من برنامج رايح على القلب على راديو فهمني مع حنان أحمد. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الحب ومفاهيم الحب اللي بتدي للحب معناه. إحساس جميل لما تتحب زي ما بتحب. كل واحد فينا ليه طريقة في التعبير عن الحب، لكن عمرك فكرت هل طريقتك في التعبير وترجمة الحب الأفعال وصلت للي بتحبه أو هو ده اللي محتاجه منك؟ وانت كمان اللي بيعبر لك عن حبه هو ده اللي بيوصل لك انه بيحبك فعلا؟ عنوان حلقتنا النهاردة بنتكلم عن الطريقة اللي عايز تتحب بيها. حاول تفهم اللي قدامك وحبه بالطريقة اللي عايز يتحب بيها، عشان طريقة التعبير عن الحب توصل فعلا وتكون متشافة. يعني في حد ممكن يعبر عن حبه بأكلة أو بكلمات أو بهدية. يلا نتشارك وقولولي آرائكم في طرق التعبير عن الحب. من الأفضل نفهم اللي بنحبه، طبعا نفهم التفاصيل اللي بيحبها، وطبعا ده أخد وعطا، يعني زي ما احنا هنعمل كده الطرف التاني هيعمل كده برضو. عرفتوا حلقتنا النهاردة؟ يلا نسأل نفسنا سؤال: ايه الطريقة اللي عايزين نتحب بيها واللي شريك حياتنا او حبايبنا اللي حوالينا في كل العلاقات بشكل عام، اهالينا صحابنا، عايزين يتحبوا بيها؟ بلاش نصر على اننا نحب بطريقتنا، لا، شوف اللي قدامك محتاج ايه عشان الحب يؤتي ثماره. ولسه في كلام كتير على راديو فهمني مع حنان أحمد، وباي باي بقى دلوقتي.